أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في بلومار في جمهورية دومينيكان، حيث التقت جمهورها وقدمت له أجمل أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور الذي راح يردد الأغنيات ضمن أجواء حماسية مميزة. اللافت كان تقديم إليسا أغنيتها من أول دقيقة التي جمعتها بالفنان سعد المجرد، وأثارت موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحكم بالسجن على المجرد. وبعد تقديم إليسا الأغنية مباشرة على المسرح، اعتبر المتابعون أن ما فعلته بمثابة رد واضح وصريح منها على كل ما قيل، ومقدمة جوابا شافيا وواضحا بأنها لا تنوي حذف الأغنية.